حاجيتكم ما جيتكم. حكايتنا اليوم على ستوت ام البهوت اللي بالذيب تسرح وتنحي ذرصه للكلب وهو ينبح، عوره وتخيط الكتان، عرجه وتفوت فوق الحيطان، طرشه تجيب الخبر منين ما كان. مره كانت من حانوت لاخر تمشي وتدور حتى لحقت عند شيخ وقعدت تساوم فيه في الكتان. سمعت بياع يبرح اللي يحب قطعه كتان بلا ما يدفع الثمن يجاوبني بفصيح اللسان على لغز قالوه ناس زمان. هي عجبها الحال وراحت تجري ليه وقالت له سمعني المحاجيه نعطيك الحل. قالها حاجتين يصنعهم الانسان يتهزوا معاه من مكان لمكان، الانثى فيها الربح والذكر فيه الخسران. قالت له الحل هو الابره والمقص. اعطاها قطعه الكتان فرحت بها ولحتها فوق كتافها، كملت تمشي حتى لقيت 3 رجال متهاوشين على حمار اكرمكم الله. قلت لهم اعطوني نديها انا، ضحكوا عليها وقالوا لها وتديه بلاش. قلت لهم نعطيكم ام حاجيه اذا حليتوها نروح بحالي، اذا ما عرفتوش ندي الحمار. قالوا لها احنا نعطوك 3 محاجيات اذا حليتيهم نعطوا لك الحمار. قالها الاول راسها راس اللفعه وهي ما تلدغ، قالت له سهله هذا الفكرون. قال الثاني حفله يباري مهوده من بر السحاري واللي يقيسها يقول اناري، وكيما قالوا املس في وجهه واحرج في قفاه وهو القنفود. قال الثالث راجل ومسترجل ومغطي بورق سفرجل. قلت له هذا سهل هذا السردوك. بهتوا فيها وقالوا خلاص اعطينا اللغز نتاعك. قلت لهم عينه خضراء وزرقاء وذنو مورقه ولبسته بارقه، النار ما تحرقوش وكرعيه بالمشيه ما يتسمعوش، عنده 16 موس بصح ما يذبحوش. جاو نهارهم كامل في التخمام حتى قربت الحاله على الظلام. قالوا لها هنا يقضى الكلام يا ستوت، كلامك كبير وما لقينا له تدبير والحمار راه ليك. عطاتهم الجواب اللي هو وركبت على حمارها وراحت لدارها بمغانم نهارها. وهنا حكايتنا قضات وقلوبكم بالنور ضوات. واللي يعرف محاجية ستوت ام البهوت يكتب لنا في التعليقات. الله يهدينا.